بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية السبحة ورؤية التسبيح في المنام. هنتكلم عن رؤيتها بشكل عام، سواء شاف الرأي انه بيسبح او شاف الرأي. كمان الالوان بتاعت السبح هنعرف معناها للرجل، للفتاة العزباء، للمرأة المتزوجة، كمان للمرأة الحامل. اولا، رؤية السبحة في المنام من الرموز اللي بتدل على الخير وكمان على البركة، ورؤيتها في الغالب بتكون من الرموز المحمودة. رؤية السبحة من الرموز اللي بتشير او بتدل على التدين وعلى الايمان وعلى صلاح احوال الرائي. لما يشوف الشخص سبحة ولكن هو مش بيسبح، يعني يشوف انه ماسك سبحة في ايده لكن هو مش بيسبح عليها، فده من الرموز اللي بتدل على الصلح مع شخص كان فيه بينه وبينه خصومة. كمان ضياع السبحة من الرموز الغير مستحبة، فرؤية ضياع السبحة ده فقدان خير وفقدان عز كان الرائي بيعيش فيه. لما نشوف ان في حد بيقدم لنا سبحة كهدية، فمعنى كده انه هيقدم لنا نصح وهيقدم لنا موعظة. كمان شراء السبحة من الرموز اللي بتدل على صحبة طيبة وعلى مصاحبة اشخاص طيبين واشخاص مؤمنين. بيع السبحة الثمينة من الرموز، لو كان رجل فمن الرموز اللي بتبشروا بالزواج. لو كان رجل كبير وعنده أبناء أو بنت في سن الزواج، فبيع السبحة الثمينة ليه بشارة بزواج ابنته. كمان انفراد السبحة، لما يشوف ان السبحة اتقطعت او انفردت الحبات بتاعتها، للأسف من الرموز اللي شوية بتدل على انفلات الامور من بين ايدين الرائي. كمان احيانا بتدل على زوال سلطة او زوال مكانة. لما يشوف انه بيجمع حبات السبحة، فده من الرؤى اللي بتدل على جمع افراد العائلة، او ان هو شخص بيجمع العائلة حواليه. لما يشوف الرأي انه بيعد حبات السبحة، من الرؤى اللي بتدل على الاولاد وعلى العائلة وعلى عدد الذرية. لما يشوف الرأي انه بيلعب في السبحة، اللعب بالسبحة من الرؤى اللي بتدل على فسوق الشخص ده او فسوق الرأي. كمان السبحة المصنوعة من البلاستيك دي توبة والرجوع لله مرة تانية. كمان لما نشوف ان في سبحة مصنوعة من العقيق، فدي بركة وخير. السبحة كمان المصنوعة من الكهرمان، فده تدين وثبات على الإيمان. كمان السبحة المصنوعة من الأحجار الكريمة، فده جلوس الرأي مع أشخاص ليهم أشخاص مفكرين أو علماء أو أصحاب فكر أو أصحاب نظرية معينة أو أصحاب علم بشكل عام. أما السبحة المصنوعة من الذهب فده نفاق ورياء. السبحة المصنوعة من الفضة فده يقين وإيمان. السبحة اللي لونها بني من الرؤى اللي بتدل على المنصب، على منافع، على زواج، على إنجاب، على ذرية، على صلاح حال الرائي بشكل عام. الفتاة العزباء كمان لما تشوف السبحة، فده معنى كده ان هي بتتمتع بسمعة طيبة بين الناس. كمان من الرموز اللي بتبشرها بالتفوق وبالنجاح وبالرزق وبالخير وبالبركة. الفتاة العزباء لما تشوف ان في حد بيهديها بسبحة، فده بشارة بقدوم خاطب ليها وزواجها عن قريب. لما تشوف ان هي بتسبح بالسبحة، فده بشارة بالسفر
بشارة بانتهاء هموم، بشارة بالفرج. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف السبحة فبشارة ليها بخير وبركة واستقرار في حياتها الزوجية، وكمان أمن وطمأنينة. المرأة المتزوجة لما تشوف ان زوجها بيهديها بسبحة فده استقرار وحب ومودة بينها وبينه، كمان بشارة ليها بالحمل. لما تشوف ان هي بتسبح بسبحة فده قدوم اخبار سارة ليها، كمان حب ومودة واستقرار بينها وبين زوجها. المرأة الحامل كمان لما تشوف السبحة فبيكون بشارة لو كانت هي بتمر بفترة الحمل فيها تعب أو فيها مشقة، فبشارة ليها بزوال الألم، بشارة ليها بتعافيها بصحة، بإنجابها لطفل معافى، كمان ولادة سهلة وميسرة وصحة ليها وصحة لجنينها. كمان السبحة برضو من الرموز لما تشوف ان هي بتسبح على السبحة فبيكون بشارة ليها بمولود ذكر، والله اعلى واعلم. كمان الالوان لما تشوف لون السبحة احيانا بيبشرها بالولد واحيانا بيبشرها بالبنت. كمان بالنسبة للرجل لما يشوف السبحة في المنام، لما يشوف ان هو معاه سبحة مصنوعة من الماس فده تدين والتزام. لما يشوف انه معاه سبحة مصنوعة من النحاس او من الحديد فده ان هو بيقوم بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبيقوم باعمال صالحة وتقديم النصح وتقديم المشورة. كمان لما نشوف ان في حد بيهديه بالسبحة فده حصوله على عمل، بشارة ليه بالذرية، بشارة كمان بصلاح احواله بشكل عام. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية السبحة في المنام، اتكلمنا عنها بشكل عام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.